في موضوع رافع الرويلي، واحد رافع الرويلي، اثنين نائب الرئيس. تعالوا خلونا نشوف المقاطع، وبعدها انا عرفت انه موقف النصر صحيح 1000000%، ولازم يتم قبول احتجاج وارجاع 3 نقاط لنادي النصر. واحد رافع الرويلي يحدث تغريدات قديمه، انا ما عليه من رافع، انا اللي عليه من نائب الرئيس. نائب الرئيس هو اللي كب العشاء. تعال خلونا نشوف المقاطع اللي بعدها. اسمع الاجابه الاهم. نتكلم وضعنا القانوني بالسليم الحمد لله. حلو. نملك عقد احترافي مع اللاعب موقع لمده 3 سنوات. اوكي 3 سنوات. في لجنه الاحتراف السعودي. وموثق في لجنه الاحتراف السعودي. بس اسمع هنا تعال. هل اللاعب الان على راس العمل يعني يداوم في عمله او انه متفرغ باعاره؟ اللاعب طبعا ما ادري والله حسيت، ولكنه كيف ما تدري وانت قبل شويه تقول اللاعب موثق بالاتحاد السعودي وب3 سنوات مقعد وانت نائب رئيس. السؤال الاهم، بالطبيعي انه يكون يعرف تفاصيل كل الفريق. اسمع الاجابه الاهم. لحمايه نبغى الاجابه. حمايه الفريق في المباريات. طبيعي ان نعرف كل التفاصيل. حلو، انت لو تكون تعرف كل التفاصيل اكيد انت تعرف رافع هل اذا كان على راس العمل ولا لا. شوف دحين وضع اللاعب موقع عقد معنا مده 3 سنوات عقد حلو احتراف. على كلام. احنا نعرف انه موقع عقد احتراف، لكن شكوى النصر تقول ان اللاعب عنده عمل اخر، فهذا مخالف لنظام الرابطه. ما ادري اذا هو عنده عمل ثاني يتحمل اي 70 يتحمل. والله هنا الموضوع واضح. السلام عليكم.